حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. رجعت وياكم فيديو جديد، روتين جديد، ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا الصراحه انا متاخره عليكم، صار لي اسبوع، بس الصراحه كنت كلش مريضه، بس الحمد لله والشكر هسه رجعت لي الصحه والعافيه. وطبعا حبيت اشارككم يومي، وحبيت اصور لكم روتينات وتحفيزات ان شاء الله تنال اعجابكم. فهنا بالبدايه طبعا البنات دوامهم ظهري، طلعتهم للمدرسه، وبلشت طبعا بالتنظيف، وبلشت همتين عندي كومة شغل وكومة طبخ، فحبيت أشارككم همتين وياي الروتين اليومي. صراحة بنات أنا مقطوعة كنت أنا أشتغل، هاي صحيح مريضة، بس الصراحة ما بي حيل أصور ولا بي حيل أمنتج، لأن ياخذ وقت، وتعرفون إنه امتحانات، في الوقت يعني بسرعة يمشي، والله العظيم ما ألحق كل شي أسوي. فعالسريع يا دوب واحد يخلص شغله على مود يكمل يتجه للطلاب عنده، إذا عنده مثلا شغل سريع يكمله. فهنا قضيت هذا الأسبوع يعني صدق تعبني مرة الامتحانات، بس الحمد لله والشكر أكو نتيجة. وهنا حبايب قلبي أريد منكن إذا ما عندكن شي خلين التليفون همتين عن كاونتر، وقوما نشتغلن وياي، قوما خلصن شغلكن وياي، وإن شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو وياي. وإذا وصلتوا لهنا حبايب قلبي لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد حبايب قلبي. فهنا أنا حبايب قلبي بلشت بالماعين، راح أخلص الماعين، ورايا رايحة للسوق أريد همتين أشتري نواقص للبيت، وراح أرجع لأن أنا عندي عزيمة، فراح أشارككم همتين يومي إيش راح أسوي، وإن شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو. أنتوا شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. سويتوا ما سويتوا؟ طبعا الصراحة صار أسبوع ما صورت لكم، بس والله العظيم بنات اشتاقت للتصوير، اشتاقت إنه أنزل لكم، واشتاقت إنه أشوف تعليقاتكم الحلوة، وأكيد انتوا ما راح تنسوني باللايكات الحلوة من إيديكم. أكيد أفرح بكلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوة، خصوصا البنات البعيدات علي يعني من غير محافظة، من ألقى تعليقاتهم كلش أفرح الصراحة إنه قناتي بدأت تكبر بوجودكم. أكيد حبايب قلبي وبنات، يعني أنا فتحت القناة الصراحة كنت حتى أستحي أصور، بس أكيد أنتوا حفزتوني وتشجيعاتكم الحلوة. أكيد بنات إن شاء الله تكبر عائلتي بوجودكم أكيد، ونصير عائلة واحدة حبايب قلبي. وأنا كلش ممنونة من أي وحدة تكتب تعليق حلو، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل بإذن الله. وهنا مثل ما تشوفون حبايبي راح أخلص الماعين وأروح للسوق، نكمل مسواقنا وأرجع وياكم حبايب قلبي. خليكم من نهاية الفيديو، لا تنسوني اللايك من إيديكم الحلوة. من السوق وجبت همتين زوري، لان احنا كلش نحب الزوري ويتم من الاحمر، فقلت خلي انظفه بسرعه واقليه قبل ما يجون الجهال. فمثل ما تشوفون حميت الزيت وخليته بالزيت، صراحه كلش طيب ويتم من الاحمر والزلاطه والطرشي، بس ما صورتكم الصراحه بالتكمله بالنهائي لان بعد ما لحقت. فهنا مثل ما تشوفون تصفي بالمسواق. بنات طبعا هذا الماعون يخبل اطيب من حتى الكاسه اللي اشتريها من السوبر ماركت الصراحه. طبعا هاي الكبده همتين جبت 2 كبده، احنا نحب الكبده. شوفوا بنات هذا الماعون الستيك سعره ب2000 دينار، كلش بركه وبيه هوايه واطيب من الكاسه الصراحه. فهنا جبت صدر دجاج على لحم مثروم، وجبت هذا الخبز النوتيلا دائما يحبون يسوون بيها. فبنات هنا أنا عندي عزيمه، فلازم انه اسوي اول شي الدولمه. طبعا احنا الدولمه عندنا وجبه رئيسيه، وصراحه انا دائما اسوي دولمه، وراح تستغربون انه دائما اسوي دولمه، بس بناتي دائما يعني يحبون ياكلون دولمه، يعني لازم بالاسبوع مره اقل شي ياكلوها. فهنا مثل ما تشوفون خلصت جذر الدولمه، وهنا لفيت طبعا الكبه بس ما شاركت لكم الصراحه، يعني تعرفوا انا قبل مسويتها. فهنا مثل ما تشوفون سويت شي قليل على قد العزيمه. فهنا مثل ما تشوفون خلصت الكبه، وخليت الفاصوليا وبيها لحم، وخليلها ورق غار. انا الصراحه اسلقهن سوا، يعني ما اخلي اللحم واحد والفاصوليا واحد، لا كلهن سوا ويستوون. فهنا مثل ما تشوفون خلصت الفاصوليا، راح اتبل الدجاج طبعا انا قبل يوم قالت لكم ليمون وبرتقال وخل ابيض انقعهن، ثاني يوم اغسلهن واسويهن تتبيله هي لبن وبهارات الطباخ اللي مصورتها بذاك الفيديو هماتين. طبعا الصراحه طعم رهيب ينطر الدجاج. فهنا مثل ما تشوفون شيفت طماطة وبصل وبوتيتا، طبعا اخليها جوا الدجاج همتين بالشوي، يذب المونة مال الدجاج عليه تطعم كلش طيب. فهنا مثل ما تشوفون خليته بهذا التبسيط، طبعا الصراحة طلع صغير فخليتها بهاي الصينية،
مثل ما تشوفون راح اسلفنها واخليها قبل ما اقدمه يعني 3 ساعات او ساعتين على النار. وهنا طبعا ما صورت لكم انا الصراحة الغداء، طبعا هاي ورا الغداء حبينا هيك قاعدة. طبعا اليوم امي جتني واختي وكلش كيفت بهم وفرحت. فهنا أنا بنات صراحة ما صورت الغداء لان ما لحقت قلبي. طبعا حبيت اشوفكم هذا الفرن الجديد، الصراحة اشتريته لانه الفرن مال الطباخ مالتي حيل تعبني، النار مالته ناصية وكل شي ما اقدر اشوي بيه قلبي. حبيت اشارككم طبعا اول كيكة راح نسوي بالفرن بنات. طبعا هاي كيكة كلش طيبة، واذا حبيتوا همتين جربوها جربوها صراحة اكتب لكم اياها يعني كتابة على الشاشة على مود يعني تحفظوها بكيفكم. بعد اذا تحبون جربوها جربوها وقولوا لي شنو رأيكم بيها. طبعا هنا تحتاجت 3 بيضات وفانيلا وخفقتها نخفق كل زين، بس صراحة اذا عندكم محضرة الطعام اللي تسوون بيها طبعا تعطي نتيجة كلش حلوة، يعني احسن الصراحة من الخفق بالايد. فهنا مثل ما تشوفون راح نحولها بالحضارة الطعام. صراحة بالمحضرة الطعام تعطيكم نتيجة كلش حلوة، أحسن من الخفق وأحسن من الخفاقة الكهربائية صراحة لأن جربتها. وبنات إذا تحبون تجربوها جربوها، وهي مكوناتها موجودة بكل بيت وسهلة وسريعة. هي كيكة البركانية اسمها. طبعا هسه أسوي لكم همتين أكتب لكم الصوص همتين على الشاشة وهمتين جربوها كتبوا لي بالتعليقات إذا جربتوها شنو رأيكم. فهنا أنا خفقتها خفقة كل زينة وها شكلها النهائي مثل ما تشوفون. راح تخليها بالفرن لمدة 40 دقيقة ويستوي الفوق والجوا سوا. فهنا مثل ما تشوفون شكلها النهائي. طبعا بنات طعمها يجنن ورهيب، وسهمكم أكيد ألف عافية حبايب قلبي. وهسه راح أكتب لكم الصوص همتين على الشاشة. شكلها النهائي حبايب قلبي، وكتبت لكم الصلصة همتين بالشاشة تشوفوها. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد حبايب قلبي. فهنا مثل ما تشوفون طبعا شكل وطعم رهيب رهيب كلش طيب. وهنا خلت الصلصة، والصراحة أنا جبت هاي هيك مال الكيك همتين زينتها بيه. لا تحبين تخلين بيها موز، تحبين تخلين بيها سوالف انت بعد بكيفك. وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. فهنا مثل ما تشوفون قصيناها وشوفوا هسه شكلها وطبعا مستوية وصايرة تجنن. هذا شكلها النهائي مثل ما تشوفون حبايب قلبي. وإن شاء الله استمتعتوا قضيتوا وقت حلو وياي حبايب قلبي، ومع ألف سلامة. باي باي حبايبي.